زينب، وليست زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، زينب عالمة من علماء الأمة تابعية، قالت: نعم العبادة على المخدة. وفعلا صدقت، نعم العبادة على المخدة، عبادة ومخدة، نعم العبادة. فكيف نجعل النوم عبادة؟ ها يا أخوان، جابها. إذن نتوضأ، بس الوضوء كان بياخذ منك دقيقتين 3 يا معود. أنت أصلا تبي تروح دورة المياه، تبي طير شيء منه ولا منك، رايح وبتغسل فمك وبتتسوى وبتمعجن، توض. اسمعوا ما للمتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ قبل أن ينام نام معه ملك بين لبسه وشعاره جلده يستغفر له حتى يصبح. نعمة ولا أنه بنعمة؟ واحد إذا رايح المكة تكفى ادعى لي، هذا ملك نازل من السماء يستغفر لك. وإن تعارى يعني قام استيقظ فقال: سبحان الله والحمد لله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا أجيبت دعوته، وإن استغفر غفر ذنبه، وإن مات على الفطرة، وفي رواية شهيدا. هل علمت لربي سميا؟ لا والله.